لو آخر الشهر ومزنوقة اتفرجي على الفيديو ده وهاقول لِك بقى هتعملي أكل هيكفي العيلة كلها، سهل وبسيط جدًا واقتصادي وحلو كمان أوي، أوي، أوي. شايفة الكفتة جميلة إزاي وكانت متماسكة جدًا، جدًا وطعمها خطير أوي، أوي. ده معايا ربع فراخ بانيه واحد بس أو ربع صدور فراخ، تمام، وبصلتين و3 فلفل كوبي وقرن فلفل حامي وحزمة بقدونس. هامسك الحاجات دي كلها أفرمها في الكبة أوي زي ما أنتِ شايفة كده، أفرمها فرمة حلوة كده، وبعد كده بقى هانزل عليهم ب4 معالق بقسماط. طبعًا إيه أنا مش صفيت المَيّة بتاعة البصل ولا المَيّة بتاعة الفلفل، البقسماط بيمسك الكفتة بقى كويس جدًا ومش بيخلّيها تفُك معايا. هاحط بقى بهارات مشكّلة وملح وفلفل أسود بس وخلاص، وشوية كزبرة ناشفة كده أنا باحب أحطها أوي في الكفتة، وهاقلب بقى الحاجات دي كلها كويس جدًا، وهافرمها برضه في الكبة كمان فرمة خفيفة كده مش هافرمهم جامد أوي يعني، فرمة خفيفة كده، بس. بعد كده بعد ما عملتها وخلصتها بقى هاكورها بالشكل ده، أنا باحب أعملها كور كده، وممكن الكفتة دي كمان تصبّعيها وتحطيها بقى إيه في الفرن، أو ممكن تشويها على الجريل أو تعمليها برضه في أسياخ، تبقى حلوة أوي. هاعملها بقى كور زي ما أنتِ شايفاها كده، وهاقليها بقى في الزيت، أحمّرها في الزيت، الزيت طبعًا لازم يكون سخن أوي. واقلبها بقى كده احمرها كويس تاخد لون حلو كده لون ذهبي حلو كده. وبعد كده بقى هطلعها اكون بقى مجهزه الصلصه بتاعتها صلصه جميله بقى حلوه. الصلصه دي انا بعملها ازاي؟ إيه فصين توم وبصلايه صغيره وهحمرهم كويس كده بمعلقه سمنه وهنزل عليهم بعصير الطماطم. تمام. هنا بقى الكفته اتعملت وبقت بالشكل الجميل القمر اللي انتوا شايفينه ده. الصلصه اهيت هنزل بقى في الصلصه بمكعبات بطاطس. تمام. بعد لمّا أنزل بقى فيها كده بمكعبات البطاطس، هاعمل إيه بقى، هانزل بقى بالكفتة كده وهي بتغلي، لازم الصلصة تكون بتغلي أوي، هانزل فيها بمكعبات البطاطس، وبعد كده بقى بعد ما أنزل بيها هاسيبها بقى تستوي كده مع نفسها، وأوطّي عليها النار وأهدّي عليها النار، وأكون بقى باحمّر الشعرية عشان طبعًا الأكلة دي بتحب يتعمل معاها رز بالشعرية بتبقى طعمها خطير جدًا، جدًا. نزلت بكوباية شعرية وكوباية الرز، حمّرت الشعرية وهي بقى على النار كده نزلت عليها بكوباية الرز مغسولين ومتصفيين كويس، هاقلبهم بقى كويس كده مع معلقة فلفل صغيرة، معلقة فلفل أسود صغيرة، وورقتين لورا. تمام. هاقلب كويس جدًا، طبعًا كوباية الرز بتاخد كوباية مَيّة، هانزل بقى بالمَيّة بتاعتها واضبّط المَيّة واضبّط الملح بتاعها بتاع الرز، واغطيه بقى واسيبه يستوي، بيطلع بقى الرز جميل ومفلفل وطعمه حلو أوي، أوي. والسمنة بقى بتفرق كده في الطعم، طبعًا لو سمنة بلدي بقى بتبقى طعمها جميل جدًا، جدًا في الرز بالشعرية. سِبت بقى الرز يستوي كده مع نفسه، هنا بقى كانت الكفتة خلاص استوت والرز برضه كمان ما شاء الله استوى أهوّة، أكل جميل وما شاء الله حلو وجميل جدًا، جدًا ويكفّي كذا فرد، واقتصادي وحلو جدًا وبسيط أوي، أوي ومش مكلّف خالص، خالص. ممكن بقى لو أنتِ مزنوقة كده وفي آخر الشهر بقى أو في أي وقت في الشهر، اعمليها هتعجبِك جدًا، جدًا. لو أول مرّة بقى بتتفرّجي عليَّ، يا ريت، يا ريت تدعميني باللايك وتشتركي في القناة عشان يوصل لِك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.